ايه سر الحكايه؟ ليه افرج عن علاء عبد الفتاح؟ يا حاج ما تعرفش فين بيت علاء فين؟ علاء بقالنا سنين العالم كله عامل عليه دوشه، يا مصر طلع علاء، يا مصر عايزين علاء، كل رئيس وزراء يجي البريطانيا شايل علاء فوق كتفه وزاعج. يا علاء يا علاء. طبعا يعني ده مش عشان هو عميل ليهم ولا حاجه، لا سمح الله، يمكن في نسب بينهم ولا حاجه، ايه بس معقوله يعني مناسب كل رؤساء الوزراء دول؟ ما علينا يا عم، دي منطقه اعراض مالناش دعوه بيها. المهم ان هم بقالهم سنين بيطالبوا بالافراج عن علاء، مره بقى بالضغط ومره بالمحايله، ومصر راسها والف سيف علاء ما يطلع. انتوا عارفين لو محدش طلب مننا ممكن نطلعه عادي، احنا يا عم كده دماغنا ناشفه وشورتنا من راسنا. لكن بصراحه كسترمر رئيس وزراء بريطانيا الحالي الراجل عسل معانا، رئيس يقول له يا ستارمر اعترف بدوله اخواتنا، يقول له من عيني يا راي. طب يا حاج ستارمر رفض التهجير، يقول له من عيني يا راي. طب يا ستارمر رفض، خاف يطلع لي من الشيشه. طبعا هو ما عملش كيه وقال له حاضر يا راي. طب ازاي ما ستارمر ده يجمع الاخوان شويه وقفلنا قنواتهم اللي عندك، برضه يقول له من عيني يا راي. طب يلا اجري بسرعه كمان طلع لنا احمد ميدو، يقول له برضه من عيني يا راي. فالرئيس السيسي قال له لا يا ستارمر، طالما انت حلو وكون بتسمع الكلام احنا برضه هنبيض وشك قدام شعبك وهنعمل لك اللي ما رضيناش نعمله لاي رئيس بريطاني قبلك. لا يا مش اللي في بالك، انت طلعت منهم ولا يا ستارمر؟ احنا خلاص هنفرج لك عن علاء عبد الفتاح، احنا اصلا زهقنا منه وادينا له درس يلف بيه بريطانيا كلها يحلف بيه. وزي ما قلت لكم قبل كده يا جماعه، علاء بره زي علاء جوه. هو علاء يعني هيعمل ايه؟ هو ده بيعرف يعمل حاجه؟ ومن الاخر كحنا جبال علاء خدنا من بريطانيا كل الاشياء. يلا على علاء وبريطانيا والنتن وشيروا له وابعتوا له.